طبعا ده حالنا كلنا بعد اي اكله، خصوصا الاكلات الدسمه. هاتي نص الليمونه اللي مرميه في التلاجة وتعالي ما اقولك هتعملي بيها ايه. اول حاجه هنشغل كده عين البوتاجاز، وهنحط معلقه كبيره من ملح الليمون ومعلقه كبيره من كربونات الصوديوم، وكمان نص ليمونه كده مرميه في التلاجة او بايظه، وهتلاقي الفوران الفظيع ده. هاتي كمان معلقه كبيره من اي صابون سائل عندك وحطيها على المكونات اللي احنا عملناها، وشغلي عيون البوتاجاز وارمي بقى المكونات اللي احنا عملناها دي وهي كده بتغلي او بتفور على البوتاجاز وهو سخن. سيبيه حوالي من ربع ساعه لنص ساعه، ولازم البوتاجاز يكون سخن. وهاتي اي سلكه او فرشه وابدأي بقى اغسلي البوتاجاز، ولو في مكونات كده او في حاجات كده لازقه حطي بيكربونات او ملح ليمون او ليمون وكده، وشيلي بقى الحاجات. بعد كده بصوا هتلاقوا الفرق واضح. لو محتاجين ازاي نعمل الحوامل هعملها الفيديو الجاي، واكتبوا لي في الكومنتات. اهم حاجه ما تنسوش اللايك يا حلوين والشير. يلا والسلام عليكم.